عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله الصحه تكون لاباس. كي راكم خاوتي؟ وجيسبر تكونوا بيان وبارك الله فيكم وربي يحفظكم. مرحبا بالجميع، مرحبا اللي دخل معنا جديد، واهلا وسهلا ومرحبا باللي بداو معنا القناه، والمتتبعين القدم هم اصحاب القناه، وبارك الله فيكم وربي يحفظكم. نروح لموضوعنا، الضربه القاضيه لايغيل ومن وراء إيغيل. الضربة القاضية، لجنة الطاعون ترفض ملف إيغيل، رفضت مدور ورفضت كذلك إيغيل. إيغيل هو اللي تقدم بطلب إعادة دراسة الملف، طعن في شرعية ملفه من عدمها، طعن كذلك قبل النتائج، طعن في لجنة الترشيحات، طعن في رئيس لجنة الطاعون، خرج يستشفى وخرج باش يجيب كما احنا نقولوا مشروعية كلامية عن طريق بعض وسائل الإعلام، بين قوسين كما يسموهم الشعب الجزائري قنوات الاستحمار، بالإضافة إلى بعض حامير اليوتيوب اللي حوسوا يبروا ملف إيغيل بطريقة أو بأخرى، عملوا مجهودهم كله. يعني كانوا على بالهم غادي يدير ندوة صحفية، على بالهم غادي يخرج ويهدر على الملف تاعو، على بالهم كل خطوات مزيان إيغيل، يعني شي يدير شي ما يديرش، هما يخرجوا يحموا البندير، هو بدوره اخرج في مهمة لكي يبان باللي هو الضحية، باللي انه حقروه في بلاده، باللي انسى كل الخطوات اللي داها، الخطوات سواء عن قصد او غير قصد كانت خاطئة في مجملها. هي من منظوري انا خاوتي ولا منظور القانون الجزائري الله اعلم، لما تطلع في القوانين الجزائرية كل هذه الخروقات يعاقب عليها القانون جملة وتفصيلا. كما رفضوا له الملف تاعو جملة وتفصيلا، الخروقات اللي تابعت سواء الودادية سواء التفويض سواء جلب التفويض من نادي بارادو كلها أخطاء فادحة. كيف لرئيس ولا مرشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقع في جملة من الأخطاء؟ اليوم اتأكدنا باللي أن ليس إيغيل من وراء إيغيل. حتى هو لما عمل الندوات وخرج يتباكى هنا وهناك قال جملة وقال كلام خطير جدا. قال لك كان رئاسة الاتحاد ما كانتش في بالي، كان هي مجموعة من الأصدقاء عرضوها عليا وأنا شفت روحي أني قادر. شوف أنت يا المشكل راه هنا أن شكون هذو الأصدقاء ومن وزع إيغيل على شيء ولا على كوستيم كبير عليه. نعرفوا احنا يا خاوتي هذه الاتحاديه ونعرفوا ما فيها من شبهات، ما نبداش نعاود في الكلام خاوتي، والمال المال 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 المال. ورانا شفتوا اخر التطورات واخر ما صرح به رئيس لجنه الترشيحات علي مالك ان الاتحاديه الجزائريه ما عندهاش مال للثلاث شهور القادمه، ان الاتحاديه الجزائريه ما عندهاش باش تجيري رواتب العمال ولا مكافئات اللاعبين ولا الدورات ولا التربصات لكافه المنتخبات الوطنيه. يعني 6 شهور القادمه ستكون كحله على الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. كل هذا كي يدخل رئيس جديد، رئيس يعرف ما في، يعرف واش كاين في الكوزينه كما احنا نقولوا، يعرف واش كاين في العوش، يعرف واش كاين في ديال ابراهيم، يعرف واش كاين في سيدي موسى. لما ما يلقاش المال وما يلقاش عقود إشارية وما يلقاش الخزينة مملوءة، على الأقل أكثر شيء يتصل بالوزارة، أغلب الظن يتصل بالوزارة أن الاتحادية فارغة من مواردها. 1. 2. أن المال غير موجود، لازم التصرف في أقرب وقت، لأن الاتحادية كما احنا نقولوا غادي ديكلاري فايت وراهم ديكلاريا، الديون غادي تسيب الناس اللي داينة عند الأبواب. كل هذا حاجة ديال، شوف كل هذه خاطي اللي هدرت لكم عليها غادي تروح للتحقيقات. أين المال؟ أين المدفوعات؟ أين المخرجات؟ أين ما على باليش واش؟ وين راهم الدراهم وأين ذهبوا الدراهم؟ هل اداهم بالماضي؟ اداهم المنتخب الأول؟ اداهم المنتخب الثاني؟ اداهم بوقرة؟ اداهم فلان؟ اداهم فلتان؟ لازم المحاسبة. خاطر عليها خاطي هي فضيحة بأتم معنى الكلمة. لهذا عملوا، قلت لكم أنا البارح باللي وصلوا للخطة الأخيرة، استعطاف الشعب، تبليه ولا مش عارف كيف يتعاملوا مع الشعب، انه محقور مانيش حاب نتحقر في بلادي. شكون اللي حقرك في بلادك؟ انت حقرت روحك بروحك، حقرت روحك لما انضميت لطاقم ماجر. هل حقرت روحك الاول؟ حقرت روحك لما رحت جبت تفويض من الوداديه وانت مترشح لرئاسه الاتحاد، ماكش عارف باللي هذا التفويض غير قانوني،
زوج، روح درت انتخابات رئاسة تاع الاتحادية عن طريق التنازل، استرجالية، الله أعلم، وباش تعرف أن ضوابط الانتخاب في مثل هذه الجمعيات أو الوداديات يختلف. ماشي غير 3 أيام وترجع رئيس، الا لازم جمعيه، وجمعيه استثنائيه، والنصاب القانوني وما على باليش، وعدد الايام، وعدد ما على باليش واش، يعني خلوطه كبيره في القانون الانتخابي لدى الجمعيات او الوداديات. اما ها خطا اخر، زيد هاك حقرت روحك ثاني مره اخرى، زيد تروح تجيب تفويض وانت ماكش مجلس، ماكش في مجلس كيف يقولوا خاوتي تاع الانديه هذيك، ولا ماكش لا عندك ما عندك اسهم، ماك مساهم، ما فات عليك الحول او فات عليك خاوتي العام، ما عندكش، يعني غير قانوني في غير قانوني في غير قانوني. كيف انت كل هذه الاخطاء الجسيمه ما تعرفش وحاب تقبض رئيس اتحاديه اللي مملوءه بالقوانين، سواء قانون النظام الداخلي، قوانين الجمهوريه، قانون الفيفا، قوانين اللجنه الاولمبيه، كلها قوانين في قوانين. من اللي تدخل وانت في القوانين، على الاقل تكون عندك ثقافه. مانيش نقول لك انا تكون مطلع لانك تجيب امين عام هو اللي يتكلف بهذه الامور، امين عام واستشاريين ومستشارين مختصين في القانون الدولي الرياضي او الكروي. لكن انت يا سي ايغيل خليتهم خدموا بيك. يا سي ايغيل انت ماكش الملام اللي راه موراك، ولكن تتحمل جزء كبير. انت تعرف روحك ماكش قادر على مهام رئاسة الاتحاد. كيف لو أنت لم تستطيع جلب تفويض واحد لنفسك؟ ها المشكلة والراهي. اليوم الحمد لله خرجت لجنة الطعون ورفضت ملف إيغيل جملة وتفصيلا، غير صالح بما أتم معنى الكلمة. زيد مانيش ضد إيغيل أنايا، ولا مانيش باغيه يكون رئيس، ولا لا، أنا هذا الرجل لما شفته عمل مع وقبل على نفسه، هو شوف لاعب دولي مثل ماتر، ربما تفاوت من حيث النجومية وغيره، ولكن من حيث التدريب عنده سافوار فير على ماجر، بعيد على ماجر. درب في الأندية الجزائرية، يعرف مشاكل الكرة الجزائرية، يعرف التدريب، يعرف متطلعات التدريب، يعرف ما هو التدريب، يعرف كل هذه الأمور، عكس ماجر اللي دخلها كما احنا نقولوا خاوتي تلفزة، وأهمل الجانب التدريبي والتطورات اللي تصرى فيه. انت مدرب ولاعب قادم وعندك كفاءة وعندك كذا وعندك كذا، تقبل انك تعمل عند واحد ما عندوش الكفاءة اللي عندك انت، هنا مشكلة. انا من هذه الجيست صاي ايغيل قلعته من راسي، لا مسير لا مدرب لا غير ذلك، والله ماني ضده، ولكن اعطوا كيما احنا نقولوا الحرفة لماليها، اعطي الحرفة لماليها. وايغيل قلت لك انا دخلت في اخطاء جسيمه لا تغتفر ومازال خاطئ، مازال بعد الانتخابات غادي تشوفوا امور كثيره، وغادي تشوفوا بزاف صوالح. لهذا اغلب شيء سيوقع فيها بعض التشك تشك تشك بك بك بك، بصح ما غادي يديروا والو. وليد صادي ترسم مرشح واحد، وغادي يترسم رئيس للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومن بعد نبداو الهضره على الخروقات، خاصة الخروقات المالية. راني نعاود فيها كل مرة خاوتي، الخروقات المالية ثم الخروقات المالية. إذا كان تبذير يعاقب عليه القانون، وإذا كان اختلاس فهذا الخطأ جسيم ولا يغفر عليه القانون. لازم كل واحد يدي حقه، وكيما احنا نقولوا خاوتي كل واحد يعرف بلاصتو ويعرف مقامه. ان شاء الله بربي وليد صادي مع بدايه العهده تاعو، هي عهده تاع عام ونص، يصفي ما امكن الصفيات، خاطر عام ونص هذا ما غاديش يلها كاع البطوله الوطنيه، يلها لتنظيف مخلفات العصابه من ديون، من عقود، من تبذير للاموال، يبحث عن الاموال اين ذهبت، المدفوعات، مشى عندك اشهارات، شا عندك كما احنا نقولوا خاطي مصاريف، شا عندك امور كثيره وكثيره، ولن ياتي هذا الا بتدخل الوزاره ومساعده الوزاره. لهذا راهم متكالبين على الوزير حماد، وان شاء الله الوزير حماد يبقى في المكان تاعو ويقوم بالواجب ويحاسب كل متطفل وكل كلب تكلم في وزاره سياديه ومؤسسه دوله بحجم وزاره الشباب والرياضه. لازم كل واحد يتحاسب. والسلام عليكم.